فهمتوني. يلاه اليوم نديرو وصفه تاع طاجين جبن على قنيها كيما يحب الخاطر. دونك فوالا راح نديروها ماشي اومليت، طاجين جبن على اصولو. تبعوا الفيديو الاخر، ديرنا ابوني وجام ماكسيموم دو بارطاج. راح نديروها على طبقتين كيما شفتوا وبطبع وبحله جديده، طبقه بالدجاج وطبقه باللحم المفروم. الله الله. دونك ناخذوا الدجاج تاعنا، ناخذوا مغرفه كبيره زيت نباتي، مغرفه مليحه تاع السمن، نسخنوهم مليح، نحطوا هذاك الصدر تاع الدجاج يطلق البنه تاعو تري امبورطون. ومن بعد باش نزيدوا نص الكميه تاع البصل حوالي هذيك البصل اللي رحيتو، كنت رحيت 4 حبات بصل صغار الى متوسطين، ماشي كبار بزاف، متوسطين ميم با بالك. المهم كي رحيتهم ما رحيتهمش حتى دابو، شفتوا القوام كيفاش كان. دونك نحطوا البصل تاعنا، الملح اكيد يعني باش يتقلى، والفلفل الاسود كميه قليله ما تكثروش، كميه قليله تاكلكم ماشي موفا نديرلو، بصح انا حبيته باللون هذا اليوم. وكميه قليله تاني تاع باردون تاع الزنجبيل، وتاني عود تاع قرفه مشلل بالطبع. الله الله، تخلوهم يتقلاو مليح، ومن بعد تمرقوا بالماء سخون اكيد اسي، يعني تمرقوا شويه مليح باش هكذا نسحقوا هذاك المرق نستغلوه. فوالا. دونك ندوروا اللحم تاعنا. انا خديت كيف مغرفه كبيره زيت نباتي، مغرفه كبيره ماشي كبيره بزاف تاع السمن، شويه تاع السمن، سخنتهم مليح، حطيت لي شامبينون اللي كنت غسلتهم بيان سور. تغسلوهم كي يكونوا كونسيرف هكذا، ما تديروهمش ديريكت، تغسلوهم وتصفيوهم، تخلوهم يطلقوا يعني تحمروا بليتو. انا كان هذاك اللي شويه زياده، وانا كيما نقولوا درت بالعاني، يعني جي في اكسبري درت شويه زياده باش يجي اللحم تاعي بنين وكلش، باسكو هو ماشي ما فيهش بزاف الشحم. دونك سحقيت لي دام. الوغ كيما تحمروليش كي يكون لي دام زياده، ما يتحمروش معاكم لي شامبينيون، نحو لي دام ابار كيما درت انا اور كاميرا، حمرتهم هكذا اسيك داخل الطاجين، وعاود رجعت لي دام هذاك. وبعد نحطوا كميه البصل اللي قعدت، وبيان سور كي تتبال معانا مع شويه تاع الملح، نحطوا الفيونداش اللي كنت حليته بشويه تاع الماء، ودرت له شويه في الاسود ماشي بزاف، وكميه قليله تاع القرفه راح تعسلو ويكون واجد، ما تخلوش ينشف بزاف. دونك تخلوا له شويه فريمون شويه تاع المرق يكون رطب معاكم ماشي ناشف. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بعد ما درت كاع هادشي، جيت حليت يعني 8 حبات بعد تاع البيض، درت صفار وحده والبيض وحده كيما شفتوا. بعد تشوفوا معايا وعلاش، باش نديروا لها تكنيك تاع طاجين جبن اللي يكون على اصولو. دونك ناخذ 4 صفار البيض الاولين، ندير عليهم لا فيونداشي كيما شفتوا، درت عليها كميه مليحه مغرفه كبيره تاع القزبر اللي حطيت لها البنه على البنه. اكدوا لي على هاد لاستيس. دونك مغرفه كبيره تاع القزبر، درت 3/4 علبه طازجه كثيفه، درت لها يعني باش تجي رطبه، وثاني كميه معتبره تاع المعدنوس، واكدوا لي على 2 مغارف كبار تاع الشابلور ولا بان دومي. انا استعملت بان دومي وما بانش معاكم في الكاميرا. وبيان سور الجبن تاع الكوريير اللي حيزيد لها البنه على البنه، كنت وريت لكم السعر تاعو شحال معقول، كنت شريتهم بسوبيغات البنه، سقسوا عليها راكم تصيبوها وين جايه. فوالا نورمال تجي جايه في جولي فيو. وتاني درت له شويه تاع شيدار ماشي بزاف. بالنسبه للدجاج 4 صفار البيض، زدت لهم هذاك الدجاج اللي كنت قطعته صغير صغير بالموس، ودرت له الكميه اللي قعدت لي بالكريمه طازجه الكثيفه، يعني 1/4 من العلبه فقط. واكدوا لي على الشيدار في الطاجين جبن. بالنسبه للدجاج يعني ما درتش كريار، درت غير الشيدار، اكيد شويه ملح اذا خصكم، والفلفل الاسود كميه قليله ويكون واجد بور لو مومون. دوك نكملوا الوصفه تاعنا. انا كنت وريتكم ديال اللي استعملتهم الكبار هذوما باش يكونوا عندي اسي، وكنت حابه هذوك تشراتشفوا لها باش يقولوا لهم من الفوق هذاك التزيين. دونك هنايا كنت وجدت شويه زبده كنت ذوبتها ودرت لها شويه تاع الزيت. انا نوريكم في لو مول. ولي بلون هذوك اللي تاع 8 حبات تاع البيض كنت طلعتهم شويه تاع الملح، كميه جد قليله. لازم تكونوا حريصين على الملح، تعرفوا يعني ديروا غير بشويه بشويه باش يخرج معكم الذوق سوا. ولا غانا خرج لي يعني الملح تاعو هايل، ما مالح ما مسوس ما شاء الله. يعني عينكم هي ميزانكم، اكيد جيبوا المول تاعكم. انا خديت هاد المول شارنيير تري براتيك، تقدروا تستعملوا اي مول عادي ماشي لازم هذا. ناخذوا الديول تو سامبلومون، ندهنوا هذاك لو مول تاعنا، وثاني نحطوا ورقه بورقه، 3 ورقات في القاعده فقط ما كثرتش، تقدروا ديروا حتى 4 معليش. هكا تروحوا معاهم غير بالعقل بالعقل. تمسحوهم بشويه تاع هذيك الزبده والزيت، تعطيكم كيما نقولوا كوستيوس ثاني وبنه ثاني تو سامبلومون. وهكذايا نجيبوا الكميه هذاك الخليط تاع اللحم تاعنا المفروم، وندخلوا عليه لو بلون دوف. وهذه طريقه صحيحه تاع طاجين جبن، يجيكم مهوي، يجيكم خفيف، يجيكم مرطب، ماشي اومليت. ما تحسوش هاكو تاكلوا اومليت، تحسوا طاجين جبن كيما لازم تحسوه. فوالا راني قلتها لكم ديجا في طاجين جبن اللي كنت درت لكم ديجا يعني عنده شحال. فوالا هنايا كنت ندخل عليه لو بلون دوف ابوبخي نص الكميه. تقدروا نتوما تاخذوا بال، تاخذوا هذاك الخليط تاع اللحم تاعكم وتدخلوا عليه البلون دوف هكذا بحركه دائريه، تجيبوا من القاعده بلا كبيه وتطلعوا الفوق. لو جاس راكم تشوفوا فيه يعني الفيديو يتعبر على روحه.
تفرغوا كلش داخل هذوك الديون بعد ما تكونوا مسحتوهم كيما قلت لكم بالزبده والزيت. انا خدمت ديراكتومون في المول كيما شفتوا، شغل ما حبيتش نطول. وهكا نجي نعدل هذوك الديون، نعطيهم شكل هكذايا، نقص لهم شويه بالمقص تو سامبلومون، ونجي ندهن هكذا ما بين كل ورقه وورقه بكميه جد قليله، سي وما تكثروش ليدام حيخرج لكم من تحت، سورتو الا خدمتو بالمولا شارنيير، وثاني باش ما يجيكمش بزاف ميدبه. فوالا انا ندخلو للفوغ، غير تنشف لي لاكوش الفوقانيه، ما خليش يطيب تماما، غير شويه، ما طولتش، واحد الان كاردور نحيته. دوك من بعد تشوفوا معايا هنا وليت للمرق اللي كنت نحيت منه هذاك الدجاج وفتتو، نزيد عليه كيما شفتوا شامبينيون تاعنا اللي كنا حمسناه مع يعني في التقليه تاع اللحم، وش زيتون دي نوايوتي اللي قلت لكم دائما باش تنحوا الملوحه تحطوه 2 سوايع في ماء، وتبدلوا ما بين ساعه وساعه. الماء هذاك تو سامبلومون ما ديروا ني فارينا ني تبيتوه ني ريان دو، يكون الملوحه تاعو هايله، يتخلص كامل من هذاك الملح الاضافي. بيان سور راح نعقدوا هذاك الطاجين من بعد يعني بشويه تاع المايزينا، شويه من المرق، وثاني عصره تاع القارص. فوالا هذا بالنسبه للمرق تاع الشامبينيون بالزيتون. نسيت حاجه ما قلتها لكمش، انه الدجاج الخليط تاع الدجاج هذا كنت درت له شويه من المرق اللي طاب فيه الدجاج، سامحوني يعني نسيت حتى لوكا باش تفكرت. فوالا هنايا بعد ما هذيك لاكوش تاع اللحم كانت شويه ليجيرمون شدت روحها، كان هذاك الخليط كيما نقولوا طون تمسو هكذا يزغد وحده، ما كانش شاد روحه تماما، وهذا هو اللي لازم باش هكا يطيبوا سوا ماشي اللحم يطيب بزاف والدجاج كيما يقولوا يكون هذاك وين بدا الطياب تاعو. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نحطوا هذاك الدجاج الخليط تاعو تاع الدجاج اللي كنت دخلت عليه كيف لو بلون دوف اللي قعد نص الكميه اللي قعدت بلا كويار برك بحركه دائريه كيما شفتوا، ونحطوه كيما يقولوا يزيد يطيب كي ينشف ماشي تماما ينشف، يقعد رطب، دخلوا الموس صيبوه ناشف، مي ما تنشفوش بزاف باش يقعد لكم طاجين جبن كيما يحب الخاطر. على كل حال وفيه كامل السوائل اللي لازم باش يخرج كيما يحب الخاطر. بعد ما قلت لكم شد روحو مليح ونشف كيما يحب الخاطر، فوالا زدت عليه هاد لي بار هذوما تاع الباشكيري، كنت قطعتهم شرائح، حطيتهم شويه تاع الشيدار من الفوق باش يتحمر معنا، شويه تاع السماق، وشوفوا لي النتيجه، ندخلوهم يتحمروا ويعطونا وجه. يعني النار تاعكم لازمش تكون قويه بزاف باش الديون تاعكم اللي استعملتوهم ولا البسطيله هذه ما تحرقش معاكم، يعني تحمر معاكم سوا. فوالا وهذه هي النتيجه الشابه والبنينه. يعني ناكد انه بزاف بنين، وانا عطيته شكل هكذا بسيط، عطيت له تزيين بسيط، والعين تاكل قبل الفم. صدقوني راح تحمروا به وجهكم، سيرتو قدام ضياف مع الزوج مع العائله كامل، تاكلوه كيما نقولوا ان شاء الله بالصحه والراحه. هذا طاجين جبن ماشي ملسوقه، يعني على بالي كاين ملسوقه تونسيه، هذا طاجين جبن كيما ديروا عمتي الله يرحمها وعلى طريقتها. فوالا اكدوا لي طاجين جبن ماشي اومليت، ماشي فخر ولا، بصح دائما نحب نصحح هذه المعلومه ونشوف لا بلوبار ولا كامل يديروا الطاجين جبن كشغل اومليت، ماشي تاكلوا طاجين جبن، صدقوني لازم ديروا هذه الطريقه باش تحسوا واش معناتها طاجين جبن. فوالا ان شاء الله نقول لكم شهيه طيبه، بون ابيتي، بقاو على خير، استناوني في وصفات واحده اخرى ان شاء الله. ما تبخلونيش برك، ديرونا ابوني بجام وماكسيموم دو بارطاج.